30 سنة الآن ستأتي صافرتك يا مصطفى يا غربال. العنابي بالعنابي في الجهة اليسرى، والبدايات مهمة للغاية في عالم كرة القدم. لدينا الكرة الأولى التي تلعب عن طريق دحام، محاولة موجودة والإبعاد، وبعد ذلك الكثير من التغييرات. اليوم لويس غارسيا مدرب العنابي يأتي بأسماء مختلفة للغاية، والكرة الأولى والمحاولة والتسديد لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. لويس غارسيا هذا الرجل يأتي بصلاح زكريا. نعلم تماما بأن مشعل برشم يغيب بسبب تراكم البطاقات. طارق سلمان، عندك عبد الله يوسف، وراح اقول لك شغله حدثت قبل المواجهه. لوكاس مينديز، همام الامين، مصطفى طارق، جاسم جابر، غياب لاحمد فتحي ايضا لتراكم البطاقات. اكرم عفيف. مختلفه بطوله الخليج هنا في السال جابر يقولون بان 60,000 متفرج سيكونون موجودين في المدرجات. هذا غربان، تبي اعرفك عليه، تبي تتعرف على مصطفى غربال. عمره 39 سنة، حكم جزائري، ولد في وهران هناك في الجزائر، دولي منذ عام 2014 مع الفيل. كؤوس بطولة الأمم الأفريقية أدار أكثر من نسخة. كأس العالم للأندية أدار أكثر من نسخة. كأس العرب اللي في الدوحة 2021 كان حاضرا. زين، صار في 2021 أمام البحرين، وخسرت الكويت بذلك اللقاء بهدفين مقابل لا شيء، وكان وهم أهل بحر. انظر إلى هذه الأمواج، ولدينا الكرة التي تلعب وتتحول إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. الاحتمالات، في احتمالات أخرى كثيرة جدا، في احتمالات أخرى. هذه اللقطة كانت لمسة يد. هناك أسباب نقولها معه بعد ذلك. هذا أكرم، هذا أكرم، هذا أكرم، هذا أكرم. المعز وحده، الله، مرور عرضية هي، ولا الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة التي حاول من خلالها حتى الآن البداية ترى بأن العنابي هجوميا حي. سجلت الإمارات في مرمى عمان، هكذا هو المشهد. نعم، سجل الأبيض الإماراتي. هذه انطلاقة في الجهة اليسرى. همام يتقدم الآن. كرة لا زالت خطيرة للغاية، محاولة موجودة، وبعد ذلك تبعد في اللحظة الأخيرة. خطأ يأتي على همام، هدف من خلال الكرة الماضية. انظر إلى التقدم الذي كان من أكرم، لم يكن متسللا. السقوط خصمك حبيبك، لا تحارب، كيف تنقل جرح من روحك لروحك، هي كلمات الشاعر الكبير خالد الفيصل. نعم، شلون لا تعلم، لكنها مباراة. وهنا لدينا معاذ الصمح يتقدم في الجهة اليمنى، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة زاوية لمصلحة المنتخب الكويتي. هذا معاذ. انظر، والإمارات حتى هذه اللحظة، والكويت تنتظر الفائز من السعودية والعراق والبحرين حتى الآن أمام الإمارات. ولدينا الله يا الراوي يا أحمد، الكرة التي مرت، الكرة التي لعبت. أحمد الكرة، انظر إلى التمريرة. عبد الله يوسف لم يكن متسللا على الإطلاق. الراوي إذا ما مش الراوي مونتاري بدري بس بالنسبة للعنابي هذا ما يريده، في حين أنه الأزرق يسير يبحث عن الخطأ الأول. نعم، يبحث عن الخطأ. يبي ال 61، عنده 60 هدف دولي، يبحث عن الهدف رقم 61. والكرة التي جول،
ولكن صافرة بوجود خطأ على يوسف عبد الرزاق، على يوسف عبد الرزاق. مصطفى غربال يمنع العنابي من الهدف الأول. أكرم يقول خلوه أنا كلمة. شو اللي جرى. هل خبرة كبيرة جدا لخالد الرشيدي، ولذلك التعامل أي لمسة قال لك أنا أخذها. وهنا لدينا أكرم، هذا أكرم عنده الكرة. أكرم يا أكرم خطأ لمصلحة أكرم. سلامات ليوسف ماجد. 40 دقيقة مشاهدينا الكرام متابعين في كل مكان. يوسف ماجد يعاني على مستوى الكتف. شوف عملية محاولة المرور، نزل على كتفه. شوف طقت. في اللقطة الماضية يمنع أول أهداف العنابي، في توقفات كثيرة جدا في شوط اللقاء الأول بسبب الإصابات أيضا، ولذلك كان في عدد من اللاعبين سقطوا في أرضية الملعب. ووقفنا أيضا على موضوع الهدف. هذه الأسماء وأحمد الراوي داخل ما قال لهم ويت، شنو في بالك؟ ويت، لكن الكرة وبعدت وتحولت. هذا عبد الله يوسف عنده الكرة في جهته اليمنى. طارق سلمان، عبد الله يوسف، الكرة التي لا زالت المحاولة والخطأ الذي يحتسب لمصلحة منتخب الكويت. خطأ يحتسب لمصلحة منتخب الكويت لسلطان عنزية. التدخل الذي كان في الجهة اليمنى. شوف هذه العملية الموجودة والكرة التي تلعب. شوف الكرة الاثنين بطاقتين راح ينزلون بدري. 7 دقائق، نعم 7 دقائق على 11 شوط اللقاء الأول. مشاري غنام، عرضية موجودة خطيرة. يفخر بكم ويفخر بكرته ويزدان بين الأمم. هذه كرة الخليج. دقيقتين ولدينا رمية جانبية. الكويت كانت تريد الثقة. دحام. يا معاذ، يا الهدف يحمل الازرق الكويتي الى الدور القادم. انظر الى الكره التي لعبت ومررت بطريقه ممتازه من دحام، والتسديده كانت تحولت الى مصطفى طارق. مصطفى ضغط ياتي، كره تعود لوكاس منديز. لوكاس يلعبها لوكاس. المعز علي الى همام. يا على خالد ابراهيم، على يلعب بلون. ما شاء الله عليكم. انظر الى كرة همام لعبت، ولكن خالد ابعد، ولذلك هو خطأ خطير. والان انت بصدد مشاهدة خطر خطير. الكرة لعبت، لا زالت ابعدت. لم يعد خطيرا هذا الخطأ. وهنا لدينا صافرة نهاية أحداث شوط اللقاء الأول ما بين الأزرق وما بين العنابي، حبايب في الأول. وبهذا التعادل يذهب الثاني، ويبدو بأن السيد أخوان أنطونيو بيرسي قد أجرى تغييرا على مستوى وسطي الملعب. خروج يوسف ماجد وجدا في الاحتكاكات، ولذلك هذه قراءات أخوان بيرسي في شوطي اللقاء الثاني. راح أذكر بتشكيل المنتخبين: الكويت خالد الرشيدي، فهد الهاتري، خالد ابراهيم، حمد حربي. وحنا الكرة التي تلعب الى خارج ارضية الميدان من احمد الراوي، مشاري غنام، محمد دحام، احمد ظفيري، سلطان العنزي، رضا هاني، معاذ الصيمع ويوسف ناصر. هكذا اذا هي تشكيلة
بأن ينتصر في هذه المواجهة بفارق هدفين. عموما عندنا الكرة الآن، هذا أكرم يمر خطيره يا يوسف يا عبد الرزاق، لا أعلم ماذا سدد، لا أعلم ماذا جرى، ولكنها وصلت لدى خالد الرشيدي. كرة تصل في أحضان خالد. انظر إلى يا عيني على تمريرة الضجاية اللي قلت لك عنه. لقطة كرة تلعب الآن أمامية خطيرة تصل الآن، محاولة موجودة لوكاس موندوس والمطالبة بركلة جزاء، ولكن لا أعلم، يبدو بأنها صدت في صدري خالد إبراهيم. محمد بيدو يأتي الآن في التشكيلة، وهذه اللقطة هل كان سؤال ما أدري أنا ما بتكلم، القرار لمن يتابع لمن يرى. يبدو بصدر خالد إبراهيم، أشوف لا ويخرج يوسف عبد الرزاق، أحمد الراوي يوسف عبد الرزاق. هنا لدينا الكرة التي تلعب عاليا رأسية لا زالت موجودة. مونتاري، الكرة التي وصلت الآن بالرأس نقلت من عبد الله يوسف، خروج لخالد الرشيدي حارس مرمى الأزرق الكويتي. لدينا الآن السقوط في أرضية الملعب والكرة والخطأ الذي يأتي، وبعد ذلك خالد الرشيدي. سلامة لخالد الرشيدي. هذه اللقطة ترافق منتخب الكويت حتى الآن. هذه لدينا كرة تلعب أمامية، لوكاس موندوس. الله، ولكن عدد كبير من الجماهير وأغلبهم من السيدات يرون بأنه هدف لمصلحة الكويت، لكنها أجواء جميلة، لكنها مباراة جميلة، لكنها مباراة حماسية جماهيرية لا تسل. المعز سقوط يأتي الآن، ولكن لا أعتقد بأنك يا عبد الرحمن مصطفى، جاسم جابر، عبد الرحمن محمد عنده الكرة مع أكرم، تصل لدى أكرم، تنقل لدى المعز. هذه مو جول، بعد هذه مو جول، يعني لا تتحسرين. منظر يدخلك أجواء المشي. راح دحام محمد دحام، يا غريبا كان مجنونا في التصرف في عملية المرور. هذا محمد، انظر إلى اللقطة، وقف حطها، ولكن القائم يقول له لا. الكرة صدت وأبقت العنابي في المباراة. كرة لدينا الآن وصلت لطارق سلمان، مقطوعة. دحام، لا نفس العارضة. دحام مشكلة، دحام مصيبة. تصدى لها صلاح زكريا، وهنا لدينا هل تأتي الكرة؟ راية وتسلل على محمد مونتاري. راية وتسلل على محمد مونتاري، سجل العنابي، ولكن المساعد زرهوني عباس يقول بأن هناك راية وتسلل على صح قرار سليم. يعرف يدل وين يروح، يدل عنده GPS حلو. هذا لدينا كرة الآن، مطالبة بركلة جزاء ولمسة يد على عبد الله يوسف. هل هي في الخارج؟ هل هي في الداخل؟ في الخارج. صلاح زكريا، حائط بشري، محمد دحام، خطأ خطير.
سجل هذه المرة. نعم، دحام يقول ليست في كل مرة، ليست في كل مرة. هو مثل يقال مو كل مرة. تسلم الجرة يا قائم، يا قائم. ليس في كل مرة. يقولون الأوليين الثالثة ثابتة. هو يعلم ذلك، هو يعرف ذلك، هو يرى ذلك، ولذلك يضع الكرة. دحام ينصب نفسه نجما في شوط اللقاء الثاني لثالث مرة. تعب، شقى، اجتهد، سدد، حاول، لكنه كمل تلحف. هكذا يقولون الأوليين، يعلمون ذلك. لدينا الكرة الآن تلعب في الجهة اليسرى. عنابي والكرة أبعدت، وصلت وعادت لمصلحة من؟ لوكاس. عالية خطيرة، يا المعز، يا المعز. سيكون حاضرا لاعب لاهورا. هذه اللقطة هل يلي قاعد تنتفض الآن، قاعد ترجف ها؟ يلي قاعد ترجف شنو تقول؟ يلي خايف ويلي تنتظر. يقول له ما ادري. غربال ايش؟ غربال ما فيها شيء. وكأنما تتحول الى رمية جانبية. الكويت وعمان حتى الان في عملية هذا الامر في تغييرات الان. شوف كرة المعز خطيرة. يا المعز كاد قريبة لمصلحة اللاعب لوكاس منديز. جاسم جابر في الجهة اليمنى لعبد الرحمن. عنده الكرة عبد الرحمن. آخر 5 دقائق، يا الذي قدم أداء كبيرا جدا عبد الرحمن محمد على تنفيذ الركنية للعنابي. عالية خطيرة تمر، تصل الآن إبراهيم. عند الكرة أكرم يلعب وكأنما تجاوزت، وكأنما هنا رايو تسلل على المعز علي. هذا المساعد يرى ذلك. المساعد يرى بأن هناك عامل أمين سيغادر أرضية الملعب. هل كان هذه النجم، هذه المواجهة هنا؟ لدينا الكرة التي لعبت، هل تجاوزت؟ ما تجاوز. هذه الكرة 5 دقائق مشاهدينا على النهاية، لم يتبقى إلا القليل. وكرة خروج كان من خالد الرشيدي، وسقوط يأتي للوكاس منديز في أرضية الملعب. سلامات لكل الأسماء، سلامات لكل الساقطين في أرضية آسيا. يبدو بأنه سيغادر من الدور الأول، يبدو كذلك. لكن خلينا مع عبد الرحمن محمد. عنده الكرة الآن، محاولة موجودة لمصلحة العنابي. عالية خطيرة، جول العنابي. لا يرمون المنتيل، نعم لا يستسلمون. لا زال في الوقت بقية، ولا زال في عمر اللقاء. مونتاري يأتي بالتعادل، لكنني لا أعلم إن كان هذا الهدف كفيل. في شك، حتى هذا الهدف في شك. ما أدري هل هو الكرة لا زالت عنابية من تاري في الجهة اليمنى. عنابي ناوي، عنابي راح عبد الرحمن. مطالبة بركلة جزاء لمصلحتنا. لا زالت الإثارة بقية. لو ترون ما أرى
يقولون له عد للفار يا غربال، عد للفار يا غربال، لكنه يعلنها صريحة. مبروك يا كويت ومبروك يا عمان، وأكرم يطرد، وإلى اللقاء.